أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة أو هذه الومضة سنتكلم عن أنواع الناس في تقديم النقد، وهذا اقتباسا لما قاله الأستاذ الدكتور ياسر الحزيمي، وهو من هو؟ قامة شامخة سامقة في مجال علم النفس التربوي أو علم النفس الاجتماعي عن طريق كتبه أو محاضراته أو دوراته أو تسجيلاته. فياسر الحزيمي من أفضل وأعظم العلماء في هذا العصر المعاصر فيما يخص علم النفس، وقد سمعت له كثيرا وقرأت له، وأعجبني كلامه كثيرا في أنواع الناس في تقديمهم للنقد. وهذا الكلام مقتبس من كتابه الشخصية القوية، حيث يقول ياسر الحزيمي: عندما يقدم الناس توجيها أو تنبيها فإن نواياهم ومقاصدهم تختلف ما بين حاقد أو ناقد، ومن هذين النوعين ينقسم النقاد إلى أربعة. يعني النقاد ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول يكون مصيب في ذمه محسن في أسلوبه، أي ينقدك بأسلوب جميل وقصده الإصلاح والنصح، فهذا هو المرآة الصادقة الذي يجب عليك أن تعض عليه بالنواجذ. هذا هو الذي يدلك ويهديك عيوبك في ثوب، هذا الثوب يكون فيه اللباقة والإحسان. أما الشخص الثاني مصيب في ذمه مسيء في أسلوبه، فهذا يجب عليك أن تستفيد منه، ولكن بالمقابل عليك أن تتحمله، لأنه كالدواء مفيد وإن كان مرا، وهذا التعبير أيضا يرجع إلى الدكتور ياسر الحزيمي. أما الشخص الثالث مخطئ في ذمه محسن في أسلوبه، وهذا قد يتهمك بما ليس فيك أو ينقص منك، ولكن بأسلوب جميل هادئ، فهذا يجب عليك أن تناقشه وتوضح له، فربما قد يكون متوهما، فإن أصر وعاد فاتركه واشكر الله أن ما قاله ليس فيك. والشخص الأخير أو الشخصية الرابعة مخطئ في ذمه مسيء في أسلوبه، فهذا كما قال ياسر الحزيمي: أحمد الله الذي ستر عنه عيوبك التي فيك، فاضطر إلى ذكر ما ليس فيك، وستر الله عليك أكبر وأكثر، واعلم أنها كفارة لك، وأمثال هؤلاء هم شرار الخلق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، رواه البخاري. فهؤلاء الأربعة كل النقاد يدورون في فلك هؤلاء الأربعة، فعليك يا أخي أو يا أختي أن تختار أو تختاري من يكون في الدرجة الأولى أو على الأقل في الدرجة الثانية، وتجتنب من يكون في الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.